حبايب قلبي في كل مكان، وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. نبدأ فيديو جديد ويوم جديد، ونبدأ بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلوا على النبي حبايب قلبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ الفيديو بتاعنا إن شاء الله كده. نعمل مع بعض القرص أم سكر زي بتاعة الأفران. وبجد والله الطريقة دي انا بعملها على طول، بس هسيب لكم السر كده اخر الفيديو، اقول لكم على حاجة يمكن انتوا تستغربوها اصلا. تمام. فاحنا النهاردة بقى معانا ايه؟ شوية كده من الدقيق. يعني كيلو الا شوية، مش عارفة بصراحة انا عشان عندي بحط يعني. وكوباية فيها معلقتين سكر، وكوباية مية، وكوباية الا ربع زيت. تمام. معلقتين السكر ده سمسم يا حبايبي، عندي بقاله يجي سنتين اهو. كان عندي كمية كبيرة وحمصتها وحطيتها في التلاجة وبسحب منه، وجميل ومجرالوش حاجة. انا حطيت عليه سكر وقلبته كده علشان نبقى نحط على وش القراص. تمام. هي الخطوة دي يعني مش دلوقتي عامة، بس انا ايه، قلت عشان اشيل الكوباية من قدام. زي ما انتم شايفين كده بقى، هنفضي كيس الخميرة ده على معلقتين سكر في كوباية، وهنحط عليهم شوية مية، وهنقلبها كويس جدا، وهنسيبها على جنب تخمر. بس هي الخميرة برضه يعني ما كانتش عجباني، انا اول مرة اجيب النوع ده، مش حلو بصراحة. تمام. بس هي النتيجة كويسة الحمد لله، متقلقوش يعني. هتشوفوا مع بعض، هنشوفها دلوقتي مع بعض يا حبايبي. اهو زي ما انتم شايفين كده انا قلبتها كويس جدا. في ناس بتحط لها ملح، بس بصراحة انا عمري ما جربتها ان انا احط لها ملح. انا على طول بعملها كده بسكر، وبتبقى ناجحة وكويسة مية جدا. بس المية كمان ما بتكونش سخنة، بتكون مية عادية. وكده جبنا شوية ملح بقى، حطيناهم على الدقيق. والزيت انا هنزل بشوية وهبقي شوية برضو. يعني دلوقتي انا هلف العجينة اهو، الدقيق بالزيت اللي انا حطيته، وهسيب الشوية الباقيين دولت لما باجي اخلص بقى في الاخر برضو ايه، بحط شوية كده واجي لت العجينة بقى حلو، فاهمين؟ والمية انزلي بقى تدريجي، متنزليش كل مرة واحدة علشان ما تلينش مني. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بحاول ان انا اقلب الزيت في الدقيق كله. بس مكوناتنا سهلة وبسيطة، موجودة في اي بيت، وان شاء الله يعني تجربوها ومش هتندموا وهتعجبكم. الخميرة بتاعتنا اهي يا حبايبي. انا بقى هحاول الماء شوية كده قدامكم. تمام. وهفصل الكاميرا على ما اعجنها كويس جدا، وارجع لكم تاني يا حبايبي. كده حبايب قلبي اهي، بعد ما خلصتها زي ما قلت لكم، شفتوا الزيت مخلي فيها لمعة في الاخر ازاي. ف انا بقى هحط في قلبها شوية سكر صغيرين، علشان اللي هي الاولاد يعني ياكلوها وكده، لانهم بيغضبوا على الاكل كتير. تمام. فلو في حاجه مسكره او ورق محشيه يعني ايا كان ايه الحشوه فبياكلوها. بس دي حاجه سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا. تمام. يعني بأبسط المقادير تعمليها زي ما انتوا شايفين كده. بس اقفليها كويس جدا، علشان لما تيجي تفرديها وتحطيها في الصاج ما تلزقش منك، ولا يعني يدخل العسل اللي فيها ولا تبهدل الدنيا ولا كده. لان السكر ده يسيح في قلبها كده بقى شبه العسل، شبه الملبن. يبقى جميلة بجد والله، جربوها تعجبكم ان شاء الله باذن الله. انت لو حابه ان انت تعمليها بلبن مفيش مشكله، انا عاملاها قدامك بميه، ان انا بعملها بكده يعني. اوكي تمام عادي، ما فيهاش حاجه كويسه. انت لو حابه تحط لها لبن، تحط لها مثلا زبادي عادي براحتك. بس انا حبيت اوريكم ان هي بابسط مكونات، يعني مفيش حاجه بتقف الحمد لله، كله بينفع. ما شاء الله والله كانت جميله جدا. وهتشوفوا دلوقتي معايا اهو حبايب قلبي. ما تنسوش حبايب قلبي تحطوا لي لايك، فعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتشرفوني، علشان عيلتنا تكبر بيكم يا حبايبي.
اهو كده يا حبيب قلبي. انا ما سبتهاش على فكره تخمر، انا دوبك خلصتها وقطعتها على طول، قلت اسيبها بقى تخمر كده بعد ما حشيتها بالسكر وسبتها. اغطيها بكيس، انا عامله كبير وصغير ان انا اوريك انت عايزه تقطعي. انا كنت عداهم بين كانوا 17 والله ما انا فاكره، يعني زي ما انت عايزه على حسب ايدك التقطيعه اللي تعمليها. تمام. اهو بكيس بلاستيك كنت مغطياهم. اه بنزل بيها كده في قلب السمسم والسكر. كده يا حبايب قلبي، بجد والله منظرها بس من قبل ما تتخبز جميلة جدا. والله الاولاد فرحوا بيها ما شاء الله بألف هنا، ما كانوش صابرين اصلا ان هي تبرد. لا يا ماما احنا عايزينها سخنة. بس يا حبيب ما اهو كده يا حبايبي. انا بس اوريكم واحدة كمان و... وهكمل ان شاء الله انا بقى، وارجع لكم تاني بعد ما اخلص الكمية اللي عندي. انا مرضاش اكتر فيها لانها ما بتبقى قدام الاولاد كتير يعني ما بيرضوش بقى ياكلوا، لكن لو شويه صغيرين كده وخلاص على طول بياكلوها فاهمين، وبتعمليها وانت واقفه ما بتغيبيش. اهو كده حبيب قلبي ما شاء الله شكلها جميل جدا. شكلها بعد ما سويت هم حكموا علي ان انا اسويها قبل ما اسيبها كمان، والله تاخد حقها في الخمر. وده كان شكلها النهائي يا حبايبي. يا رب تعجبكم. المفاجأة بقى اللي انا قلت لكم اسيبها لكم لاخر الفيديو، ان الدقيق اللي انا عاجنه بيه القرص دي اللي هو الخليط مش فينو. يعني احنا لما بنعمل الغلة بيبقى فيها عين، بيقولوا يعني اول دقيق بيجي منها ابيض زي الفينو، واللي بعد كده بيبقى اسمراني شوية، بيبقى العيش البط فقط لا غير. تمام. لكن العلامة دي اللي زي الفينو بيبقى منها الرقاق والفطير والحاجات دي. بس بجد انا عملتها من الخليط والله، وشكلها وطعمها جمال جدا، مفيش فيها فرق ما شاء الله. واللهم بارك يعني. الاولاد كلوا منها كتير اهو، انا يعني كلوا اول صاج ده يا دوبك صورت لكم كده وكلوه. وتاني واحد انا كنت مطلعه لهم منه برضو. وبألف هنا وشفا اللي ياكل، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.